يا جماعه انتم متعودين مني على الفيديوهات الكوميدي، بس انا الفتره دي تعبان نفسيا جدا، مش قادر ان انا اقدم كوميديا. يعني فرحت يومين او 3 ايام في رمضان، بس اقسم بالله كل اللي جاي دب 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 في وشك. فانا طالع النهارده يا جماعه اوضح للناس كلها القضيه اللي هزت عرش مصر والراي العام كله، وانا بقول ان سليم الانصاري بريء. تمام؟ انا هتقول لي عرفت منين؟ انا شفت الحلقه اللي زناتي قتل فيها الراجل. والله يا جماعه زناتي هو اللي قتله. تمام؟ يعني لو ناس كتير ما شافتش الحوار ده فانا بقول لكم يعني سليم الانصاري المفروض ان هو هربان. الهربان ده دقنه بتطول، لكن سليم الانصاري يعني نازل من السماء. دايما درجه على واحد، هي انت يعني حتى مش ولا زيرو ولا 4، هي على واحد، لا بتطول ولا بتنزل. ما تفهمش فيه ايه بقى. هل هم عاملين لها سبونسر؟ على طول لبس شيك، سويت شيرت، فاهم، تحتيه تيشيرت او قميص. هل هو هربان في زارا؟ والله العظيم يا جماعه تحس ان هو فعلا معاه عربيه، بس هو ايه يعني بيروح بيها مشاوير ويركنها قبل التصوير. ايه؟ عشان هو هربان، ما ينفعش يبقى معاه عربيه في الحته دي. وبعدين اقسم بالله زناتي لاجيبك. انا غبي، خلي بالك، انا ما بفرقش بين التمثيل والحقيقه، ما عنديش. هجيبك انت يا ابني. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ قتلت الواد زياد. انا عارف انت قتلت زياد ليه، لان زياد هو طلبه اللي في كفر دلهاب، فطبعا ايه عنده دور كبير فمش فاضيله، فخلاص قال لك يا جماعه معلش انا هخش معاكم المسلسل بس هتقتل في اول حلقتين عشان ايه؟ عشان اقدر اصور هناك عادي وخلاص. وعدى. وقتلت رفاعي، ما انت كده راجل مجرم. على فكره يا جماعه زناتي ده هو الشخص اللي بيقتل حيوانات في الشارع، وهو الشخص اللي بيرمي زباله، وهو الشخص اللي بيعمل سبونسر على صوره الشخصيه. يعني فكل دي جرائم زناتي. الحاج لطفي ابو المجد بقى يا جماعه بيمثل بطريقه غريبه قوي. يعني هو على طول متنرفز، فاهم، على ابنه. يعني مثلا ابنه يقول له يا بابا انا جبت شربات كوتونيل، يقول لك قلت لك ما تجيبش شربات كوتونيل يا اخي. ايه ده؟ ما الدايس معروفه مش عارف انت بتعصب ليه يا حاج؟ ما عادي الموضوع، ابنك قتل واحده عادي يعني، شكله طول المسلسل عادي برضه يعني. اكيد مش هيجي يوسخ من زناتي. يعني انت غريب جدا. محمد لطفي طالع غلبان قوي يا جماعه. عارف اللي هو مش عارف غلبان ولا عنده برد كان في الزوره. يعني طبقه صوته ما بتعلاش، عارف انت اللي هو ما بياخدش نيرف، اللي هو يعني سليم ضربه، فاهم، قال الحمد لله مش مهم بكره اكبر واضربها. وبعدين كل ما يبان خيط او شاهد زناتي يقتله، يبان شاهد زناتي يقتله. انا حاسس هيقتل بيتر ميم المخرج في الاخر عشان ما يعرفش يكمل النهايه. بس انا شايف يا جماعه والله العظيم ان حل المشكله دي كلها، كل ما يلاقي شاهد يتقتل، كل ما يلاقي شاهد يتقتل ومش لاقيين دليل براءته، وده بسبب شنبه. يعني مفيش مبرر تاني. يعني الشنب ده اصلا تحس ان هو ما ينفعش يشتغل ظابط، هو ممكن يبقى منقذ لو يقعد على البلاش، فاهم. بنغرق يا امير بنغرق، فيروح متشعبط في شنبه، فاهم، يطيروا ويطلعوا يعني. فانا شايف ان الفنان امير قرار لو حلق شنبه خلاص المسلسل هيخلص والله، والحلقه ودليل براءته هيبان، والملكه هيخلي الرز بلبن ب5 جنيه. يعني مصر هتتقدم باذن الله. ايه يا احمد يا سعيد؟ عندنا بتاع بوكسرات يا اسطى.